السلام عليكم. بما اننا هذه الفترة احنا فترة سياحة وسفر، الكثير بيسأل عن أقمشة العبايات الملونة او عبايات السفر. بما اني تكلمت عنها قبل كذا في سنابات سابقة عبر حسابي في اليوتيوب، لكن برضه حنرجع ونعرج عليها مرة ثانية نعطيكم معلومات اكثر. زي ما تعرفوا في منطقة البلد بجدة مركز الكورنيش التجاري. المركز هذا في الطابق السابع والثامن في مكاتب للأقمشة. وأولى أصناف العبايات اللي حنتكلم عنها أقمشة العبايات اليابانية الملونة اللي شايفينها هنا وراي. حنوريكم مجموعة منها. نصيحتي لكم بالنسبة إذا سفرياتكم في مناطق حارة، يعني مثلا زي ماليزيا، فيفضل تأخذوا زي هذا القماش، قماش الميت. قماش الميت على فكرة في منه الأسود، لكن اليوم موضوعنا على الأقمشة الملونة اليابانية. حاولوا تركزوا على الألوان الفاتحة زي هذا اللون مثلا، ممتاز. اللون الأخير اللي هنا هذا اللون برضو لا بأس فيه. خليني أعطيكم فكرة عن القماش، عن ملمس القماش، عن وزنه. لو تلاحظوا ما تبان يدي، ما يشف الجسم، هذا أهم حاجة. من الأشياء المهمة في أقمشة العبايات اليابانية إنه اللون ما يتأثر مع الغسيل كثير زي الخامات الثانية الكوري أو الصيني أو غيرها. ومو بس تأثير اللون، اللون الياباني عادة بيكون لون زاهي، يعني كأنه جديد لسه. طيب لو احنا رحلاتنا على مناطق باردة مش حارة، هناخد خامات شوية أثقل. إيش الخامات الثقيلة؟ نوريكم إياها الآن من الخامات. ناخد هذه الخامة اللي اسمها إيليت الشرق، نشوف لكم خامة ثانية كمان. على فكرة لما أقول قماش ثقيل مش معناته ثقيل يعني زي حق التنانير، لا. هذه على فكرة كمان من الأشياء اللي هي تيجي طقم، هوريكم إياها برضو. قماش شيهان، هذا برضو في منه الأسود. وهذه مجموعة من العبايات الملونة اليابانية. أنا متأكد كثير منكم حيسألني إيش الأسعار، وهل نقدر ناخذ بالجملة فقط ولا نقدر ناخذ بالمتر. كلها حجاوبكم عليها إن شاء الله. طيب هذا إيليت الشرق، قماش ياباني، ما شاء الله خامة حلوة جدا، وجودتها ما يحتاج، يعني قلنا لكم جودة يابانية. دائما لما نشوف سماكة الخامة ناخذ الطرف الداخلي زي كذا الوصلة، ما نمسكها من هنا لأنه هنا في طبقات، شايفين أكثر من طبقة، وما يدينا الوزن الصحيح. وهذا لو تلاحظوا أثقل من الميت، وبرضه شيء طبيعي إنه ما حيشف الجسم. وهذا كذا نقرب لكم إياه، ألوانه زي المعتادة. هذه هي اللحميات، الدرجات البني الكحلي، الدرجات البني مع اللحمي، ألوان رئيسية. طيب ننتقل الآن إلى قماش شيهان. قماش شيهان الفرق بينه وبين الإيليت يمكن أنعم شوية، هنا في شوية خشونة. عاد هذا زي ما قلت لكم يعتمد على رغبة الزبون. والله في زبون لا يقول لك أبغاها ناعمة، في ناس يقول لك أبغاها شوية أخشن، فهي تعتمد على ذوق كل شخص. نوريكم الخامة زي ما قلنا، ناخذ وصلة داخلية نسحبها ونشوفها زي كذا. حاجة مهمة لازم تعرفوها في الخامات اللي تكون ثقيلة، انه هذه تقدروا تسووا عليها تطريز، اي شغل ثقيل ما عندكم اي مشكلة. البعض يمكن يسألني على قماش السالونة. قماش السالونة سووا منه الوان لكن ما ضبطت زي بقية الخامات الثانية، نجحوا في الاسود فقط. ومن الأقمشة اللي مميزة تعتبر اللي هي بتكون ملونة لكن فيها تقليمات. العباية والطرحة طقم زي بعض، زي هذه العباية الشرقية، وهذه الأناقة الشرقية. هذه طرحة وهذه عباية، لاحظين تقليمات. وهذه الخامة ناخذها عن قرب كذا نشوفها. هذه الخامة. طبعا هذا قماش العباية، قماش الطرحة نفس اللون، ملاحظين. ناخذ الوصلة من الداخل، الوصلة من الداخل
هذا قماش الطرحة. وعلى فكرة يقدروا يبطنوا العباية بهذا القماش كمان، يعني ممكن تصير عباية وطرحة. نلاحظ هنا الطرحة، هذه عبايتها. اللون الثاني البني نفس الحكاية. هذه العباية عفوا هذه الطرحة وهذه العباية. تتوفر منها برضو اللون الأسود في الجهتين. قماش ياباني. نفس الموضوع برضو في الأقمشة الكورية اللي ملاحظينها في الصف اللي تحت، برضو موجود منها أقمشة كورية ملونة. وبالتأكيد الياباني لا يقارن بالكوري، الياباني يعتبر أفضل، لكن في ناس تقول لك أنا ما أبغى حاجة غالية ادينا الكوري، في منها خامات كمان. وعلى فكرة حتى الأقمشة الكورية في درجات، في أشياء تلاقيها مثلا الطاقة 200 ريال 150 250، وفي أشياء أغلى من كذا. فالمصانع الكورية بتقول لك حسب المواصفات، ادوك مواصفات ممتازة زودوا عليك السعر، قللوا في المواصفات نقصوا لك في السعر. فلا يجي احد يقول والله انا شفت قماش اسمه ندى 200 ريال وانت عندك ب 400 ريال. الاسماء لا تعتمدوا عليها، اعتمدوا على جودة الخامة. وفي الأقمشة الكورية في عندنا قماشين، قماش ندى، قماش فتون، وقماش لكزس. صاروا 3 خامات مش خامتين. قماش الفتون يعتبر أقرب ما يكون لقماش الندى، لكن على مستوى أعلى أفضل، عشان كده اعتمدنا عليه أكثر من قماش الندى، لأن صراحة الزبون اللي بيجي هنا يبغى حاجة نظيفة، فبنوفر لهم قماش الفتون خامة ممتازة واللكزس. قماش الفتون ميزته انه فيه له نعومة، طايح، الخامة طايحة، هذه مجموعة الألوان. أما اللكزس خامته شوية أثقل، وهذا يعتمد على رغبة الزبون. في زبون يقول لك أبغى الخامة اللكزس زي هذه شايفينها، وفي زبون لا يقول لك أبغى الخامة الثانية، وفي زبون يبغى الخامة الثانية اللي هي الفتون. تلاقوا هنا مكتوب عليها فتون، شايفين هذه خامتها. نجيب لكم قطعة ثانية عشان يكون اللون أوضح. نجيب لكم هذا البيج، هذه خامة الفتون، خامة حلوة لاحظينها. وهذه كانت فكرة كذا سريعة عن أقمشة العبايات الملونة اليابانية والكورية. إن شاء الله تكونوا استفدتوا وأخذتوا معلومات عن هذه الأقمشة. السلام عليكم.